احنا حاليا في واحد من اهم الاماكن السياحية هنا في مدينة اسطنبول، وهو حي بلاط في المنطقة الاوروبية من اسطنبول في حي الفاتح. زي ما انتم شايفين كده منظر البيوت اللي ورايا عامل ازاي. الحي هنا جميل جدا الصراحة، بس زي ما انتم شايفين كده الشارع عامل ازاي، كله حجارة. فاللي جاي هنا يخلي باله في المشي، لان المشي هنا صعب شوية. حي بلاط واحد من أقدم وأجمل الأحياء في اسطنبول. تحس وأنت ماشي فيه إنك دخلت متحف مفتوح. الشوارع ضيقة، البيوت ملونة، والبلكونات مزينة بالزرع. كل حارة ليها حكاية. الحي ده كان زمان موطن للجاليات اليهودية واليونانية والأرمنية، علشان كده هتلاقي تنوع غريب في المعمار والكنائس والمعابد. لو لفيت شوية في حي بلاط أكيد هتقابل القهاوي القديمة اللي الناس بتقعد فيها على الكراسي الملونة بره، وتشرب شاي أو قهوة وانت بتتفرج على الناس اللي رايحة وجاية. الجو هناك فيه هدوء وسحر مش طبيعي، والحواري اللي حوالين بلاط فيها روح تانية خالص، زي حارة فينر اللي فيها الكنيسة الأرثوذكسية الضخمة وسلالم بألوان مبهجة وكافيهات بتقدم لك أحلى أجواء كأنك في فيلم قديم. بلاط مش بس حي تاريخي، دي رحلة عبر الزمن وانت بتكتشف فيها حكايات من مئات السنين. وكل زاوية في حي بلاط بمثابة لوحة فنية تاريخية تستاهل اللي هي تتحط في متحف.